اللغز حله تلقى الفايدة، فسر لنا الحكمة تربح جائزة. حل اللغز حله تلقى الفايدة، فسر لنا الحكمة تربح جائزة. كمل ويانا الأمثال، حل اللغز يلا تعال. كمل ويانا الأمثال، حل اللغز يلا تعال. حكم والغاز أمثال، الليلة معانا تعال. حكم والغاز أمثال، الليلة معانا تعال. حل اللغز حله تلقى الفايدة، فسر لنا الحكمة تربح جائزة. تربح جائزة، تربح جائزة، تربح جائزة. ولاية الليلة أعزائي المشاهدين يصفها مولانا حضرة صاحب الجلالة المعظم حفظه الله بأنها مدينة التاريخ والعلم والتراث وقلعة الأصالة والمجد الشامخ. نحييكم أعزائي المشاهدين من نزوة التاريخ، كانت عاصمة لعمان في عصر من عصور عمان القديمة، وقد أطلق عليها لقب بيضة الإسلام، وذلك لوجود مدارس الفقه الإسلامي بها وعكوف العلماء والمريدين فيها على الدراسة والتأليف في كافة مناحي الدراسات الإسلامية. تتخذ نزوة موقعها في قلب المنطقة الداخلية من السلطنة، وتتصدر عزيزي المشاهد قلعة نزوة الشهباء أهم المعالم الأثرية الموجودة بالولاية. تحية لكم وحلقة الليلة من نزوة وكلام من التراث. تتميز نزوة عزيزي المشاهد بمقومات سياحية كثيرة، وتنتشر الأفلاج والعيون في كافة أنحاء الولاية، حيث يزيد عددها عن 89 عينا وفلجا، أهمها وأشهرها فلج دارس اللي بجنب الآن احنا، الذي يتميز باتساعه وامتداد الشاسع ومياه الجارية العذبة. وقد قامت بلدية نزوة بتجميل هذا المكان فظهر بالصورة الجميلة. من فلج دارس نطرح سؤالنا عزيزي المشاهد، شيء يسع مئات وألوف ولا يسع عصفور منتوف، إيش هو؟ ساطور العيد هذا. ساطور العيد؟ نعم. من الحين؟ نعم. طيب كيف نعرف انه ساطور العيد ولا ما ساطور العيد؟ هذا كيف نعرف يعني؟ نعم. كيف نعرف انه ساطور العيد؟ معناه يوم تذبح تكسر العظام وتكسر بهذا. نعم هو بقى هو هذا. نعم. زين وسكين العيد هين؟ سكين العيد موجودة. نعم. يقول لك شيء شيء يسع مئات وألوف ولا يسع عصفور منتوف، ايش هو؟ شيء شوف حامي ولا ما حامي هذا اول شيء؟ زين. حامي؟ زين. مرة؟ كيف قلت؟ يقص هذه يقصها ولا ما يقصها؟ كيف قلت؟ كيف قلت؟ شوف نجرب هني هنا مرة؟ شيء يسع مئات وألوف ولا يسع عصفور منتوف، ايش هو؟ عين اللبرة. عين اللبرة. اللبرة؟ كيف يعني اللبرة؟ يعني ما تاسع عصفور، ما تاسع شيء، ما قادر يدخل فيها العصفور. هذا مكان يسع مئات وألوف، مئات وألوف، لكن ما يسع عصفور منتوف. عصفور منتوف هذه بحر. بحر. البحر يقدر يمشي فيه العصفور ولا ما يمشي؟ لا ما يقدر يمشي. ما يقدر. مئات وألوف فيه، لكن العصفور المنتوف ما يدخل فيه. ماشي غير البحر. راعي سيف، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ طيب. كيف الصحة؟ تمام ان شاء الله. كتارة ولا سيف هذا؟ سيف هذا سيف. سيف ما كتارة. خلنا نشوف، امسك شوي ابوي. والله. حامي ولا ما حامي اول شيء؟ سير. مرة؟ يلا طيب. الله اكبر. كيف؟ هذا باغي رزيف، هذا باغي رزيف. باغي رزيف. ترزف انت ولا ما ترزف؟ ارزف. ترزف؟ انا باغي اشوف كيف. ماشي الحين ماشي هنا. ارزف الغيه. ماشي نعتبرها غيه. ماشي. نعتبرها غيه الحين. يسوي ولا ما يسوي؟ الحين باغي نوري الناس ترى. يقول لك شيء يسع مئات والوف ما يسع عصفور منتوف، مو هو؟ الله اعلم، ما اجيب خبره. بس ما حامي كنا ذا. شوف شيء حامي في يديك. وين الناس بايعنا ولا شارنا؟ شارنا. شارنا الحين. شارنا. كم خذيته؟ ب100. مناسب؟ 100؟ هي ب100.
إن كانت طيبة لا بسم الله. كان غالي 100. ما غالي. انا بغيت ب 20 ريال. حشي 20 ما ترضى حشي. ها ما ترضى 20 ريال. ما ترضى نشوف اذا ب 20 ريال. يلا نشوف. ما ترضى مره. ما ترضى هي تبغى 100 ذهب. كم باغي تبيعه؟ باغي 100. 100 هي. ماخذ لنا 100 هي. وتبيعه 100. ما ابغى هي اشبع حالك ريال ريالين ما باغي شيء. اشبع حالك. انا بغيت 20 ب 20 اذا ب 20 يلا ما سده ما سده شيء يسع مئات والوف وما يسع عصفور منتوف. ما مو هو ما اجيب الخبر هذا ما اجيب ما الخبر. عرفته بالسيف ابك تاخذ العصفور مره ان شاء الله. مرحبا ابوي. مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ عساك بخير. احنا من التلفزيون. عبد الخالي. كليشني. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بس ما باغي تطلع في التلفزيون؟ ما باغي تطلع في التلفزيون عشان يشوفونك الليله مره، يشوفونك في نزوه في كل مكان بعد. شايف هذا؟ جالس يصور ترى. يقول لك شيء يسع مئات والوف ابوي لكن ما يسع عصفور منتوف. مو هو؟ هذه الحسابة. حسابة. حسابه يسع مئات والوف هي. وما تتسع عصفور منتوف. هذا حسابة. حسابه بعدها ما هي يا ابوي؟ هي. حسابه هذه يوم نحط فيها الارقام صح؟ اي. نحط فيها الارقام 1 2 3 10 20 30 40 50 60. هذا ما هي؟ هذا الحسابة هي. حسابه هذه اللي تحسب؟ هي. حسابة. ايش هذا كند ولا ايش هذا؟ كند نعم. كند؟ اي نعم. مال كم هذا؟ هذا؟ ايه 39 ريال. 39 ريال. نعم. ما وصلت الى 40 ولا 38؟ والله ودي اوصل 40 مرة؟ اي نعم. بس كيف يعني؟ لا ينفع. كنا ما ينفع. الشاي ينفع. مع هذا؟ لا هذا وحده. هذا وحده. هذا سكتون. هذا ما سكتون ما مال هذا. ايوه هذا كند. وهذا كند. اي نعم. بس يعني بس عشان نربط فيه الحزام وكذا ما ينفع؟ ما ينفع. ما ينفع. ونحط الكند معنا. ايوه. ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. ما ينفع. يقول لك شيء يسع مئات والوف وما يسع عصفور منتوف. ايش هو؟ والله ما عرفت. يسع مئات والوف. هذا بكم تبي تبيعه؟ هذا؟ ايه 6 ريال. 6 ريالات. هنا. 6 ريالات مع هذا 16 ريال. 16 حسبالي 6. انا اقول اذا 6 وبهذا ب 20 26 ناخذهم. يا احسنت احسنت احسنت. يقول لك يسع مئات والوف وما يسع عصفور منتوف. ايش هو؟ يسع مئات والوف وما يسع عصفور منتوف. ايش يطلع؟ حمامة. حمامة. يسع مئات والوف ولا يسع عصفور منتوف. عندك دكان ولا رايح تسوق بس بروحك؟ عندي دكان. عندك دكان هناك؟ إيه. من الصباح الى المساء بروحك ها؟ نعم. بروحك. ايش عندك؟ ايش تبيع؟ عطورات عطورات واقمشة وبخور وبخور والبان واللبان. كله حلو ممتاز. كله موجود. والروائح الطيبة. نعم. جميل. رمضان وللعيد مجهزين للعيد؟ جاهزين للعيد. نعم. يسع مئات والوف وما يسع عصفور منتوف. عندك حد في الدكان ولا بروحك في الدكان؟ لا عندي حد عمال. عندك حد. ايه بس انت قايم بروحك يعني. اي نعم. ما حاط العمال بروحهم وياخذوا اللي ياخذوه ويشيلوا اللي يشيلوه. لا ايه حلو. قايم وحدي. ممتاز. نعم. يسع مئات والوف ولا يسع عصفور منتوف. ايش يطلع؟ حمامة. حمامة؟ غير عن الحمامة لا يطلع شيء من العطورات. السلام عليكم. يعطيك العافية ابوي. كيف صحتك؟ عساك بخير؟ طيب ان شاء الله. اساعدك يا ماشي؟ اساعد شوي. بشيل عنك اساعدك. زين خلينا ما نمشي شوية. ما نمشي. نشيل الميكروفون فيها. نشيل الميكروفون. يلا. اعطي الميكروفون. اعطي الميكروفون. بحط هذه ولا انا اركب؟ يقول لك شيء يسع مئات والوف وما يسع عصفور منتوف. مو هو؟ شيء يسع مئات والوف وما يسع عصفور منتوف. نشيلها. نشيل. زين خليني اساعدك. شيل انت منك ولا منك؟ زين اشيل. حط الميكروفون. الميكروفون. امانه ترى. اشيله. تقدر تشيل ولا ما تقدر؟ يسع مئات والوف وما يسع عصفور منتوف. مو هو ابوي؟ ما شاء الله. كنا بيخالفونك. والله حصل 50 ريال. الحين بيخالفونا احنا عاد. دول ما يخالفوكم. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله. عساك بخير. تعال عندي. الله يسلمك واليوم نشوفك احنا على الطبيعه. تعال انا عاجبني المكان اللي هنا. تعالي شويه تعالي شويه. وبردان وحالتك حاله. من متى طالع في السياره؟ من وين سياره الاجره طالع؟ الساعة
5. 5 5 يعني هذا بعد السحور؟ بعد السحور. بعد السحور بعد السحور. وقبل الصلاة حتى؟ قبل الصلاة. الصلاة بعد 5 ونص. نضطر نصلي هنا ترانا. أنتم من وين؟ من نزوة. من نزوة. من نزوة نعم. وين رحت الساعة 5 يعني؟ الساعة 5 ترى يا سيدي نحصل ركاب نروح. وين وصلت اليوم؟ اليوم وصلت الغافتين والمرفع بس. للغفتين، الغفتين هذه قريبة ها؟ قريب احنا 200 بيس 100 بيس ترى 100 بيس هي ما لنا ريال. افتكرتك وصلت لا لمسقط، والله يا وصلت ريت. صور، وصلت مكان. ما وصلت شيء. ايش قلت وانت قريب من الشهباء من القلعة؟ ايش قلت؟ يعني ايش قلت؟ مو نقول يعني بعدني. ايش قلت؟ قلت الشهبة القديمة. الشهباء القديمة. ايوه. ومو قالوا في الشعر؟ والله الشعر ما عندي شعر. وبالرزحة؟ وبالرزحة ما عندي. الحين بسمعني بعد شوية يسع مئات وألوف وما يسع عصفور منتوف، ايش هو؟ يسع مئات وألوف وما يسع. بتودينا 200 بيس مسقط ولا ما تودينا؟ اوديك 200 ما بترولها 200 6 سلندر هذه. توك ما اخذت لي توك راح الغاب. ايش قلت لي؟ ما اخذت لي توك رايح الغابتين 200 بيس؟ زين نفس المسافة. 100 ما 200 100 بعد والله. انا قلت لك 100 وجاي 100. زين 200 ما المقاس شوف المقاس نفس الطريقة وقاسين احنا نضيع بترول ونقصر بترول على 100 بيس. مو اخبار العصي اول شيء؟ مو اخبار العصي؟ بريال كلهن؟ واحدة. قلت لي بريال. اذا بريال يلا داخلهن. بريال ولا الوحدة لا الوحدة هذه بربع ريال. بعدها ما مصفدة هذه بالها الحنية صح؟ الحنية باغية تصفيد بعدها. تصفد الحنية ولا زينة كذا؟ زينة؟ ومو بعد غيره تبيع هنا. جلود. وهذه كلها غوازي؟ كلها غوازي هذه. يقول لك شيء يسع مئات وألوف وما يسع عصفور منتوف، مو هو؟ نعم. شيء يسع مئات وألوف وما يسع عصفور منتوف. كيف العصا زينة ولا ما زينة عليك؟ شوف كذا العصا زينة؟ هاي مرة تمام. شيء يسع مئات وألوف وما يسع عصفور منتوف، ايش يطلع؟ نفتة. نفتة عز النحل. يسع مئات وألوف. عز النحل. ايه وما يسع عصفور منتوف. كيف يعني؟ نفتة. الخلية. الخلية. نفتة مال عسل نحل. مال العسل نحل. فيها ألوف وآلاف ومئات. نعم. الحشرة هناك حشرة العسل نحل. نعم. لكن ما يدخلها العصفور المنتوف أبدا. ولا ندخل احنا. نقدر ندخل احنا هناك؟ أبدا. تاكل عسل نحل ولا ما تاكل؟ نعم. تاكل عسل نحل مرة الأصلي الطبيعي. نعم. مال صدر ولا مال مو؟ حي الله. حي الله شيء. نعم. أقول لك ألف مبروك 50 ريال مقدمة بالتلفزيون وهي الصح. خلية النحل وين الكاميرا؟ خلية النحل هي الإجابة الصحيحة. يدخلوها مئات وألوف وما يدخلها العصفور المنتوف. وأقول لك عليه عصا ولا ما عليه عصا الحين؟ بكم؟ بربع ريال ولا بكم؟ بربع ريال ولا كم؟ حي الله. أقول لك 50 ريال مقدمة بالتلفزيون. ألف مبروك أبوي. تفضل حياك الله. حياك الله. نتواصل معك عزيزي المشاهد وكلام من التراث وحلقتنا في نزوة هذه الليلة، ونحن في سوق نزوة والذي يأتي إنشاء ضمن مشروع تطوير وتجميل المدينة العريقة، ويأتي بناء هذا السوق على الشكل التقليدي القديم، ويقع بالقرب من قلعة نزوة التاريخية القديمة الشهباء. ومن هذا المكان نطرح سؤالنا عزيزي المشاهد ومثلنا ونص المثل صفة ونتابع التكملة. مرحبا ابوي، كيف حالك؟ الله بالخير. كيف صحتك؟ عساك بخير. عندك دكان ولا شيء ولا متسوق هنا؟ لا ما عندي. كيف سوق نزوة الان؟ كيف السوق؟ السوق الجديد زين. في الان اكثر من مكان. الحمد لله. مكان الخضره والفواكه ومكان كل موجود. السوق القديم لكن حافظ على طابع ممتاز الحين. لله. يقول لك صفة ابوي ومو تكملة المثل. صفة ايوه صفة يعني هي الحجرة صح؟ احنا فسرناها قبل شوية. صفة ومو تكملة. اسمها دار. دار. هي تراها الدار. صفة زين ومو تكملة. صفة ودهريز وحوش. هو الليوان يعني. والليوان الليوان. دهريز ولا الليوان؟ الليوان ودهريز. هو دهريز ولا الليوان؟ صفة
كيف صحتك؟ عساك بخير. طيب ان شاء الله. يعطيك الصحة، يعطيك العافية، الله يبارك فيك. انا بعد شوي بغيت اسمع شيء من الابيات الجميلة هنا. اسمع في نزوة انا في نزوة بغينا نسمع شيء من الكلمات الجميلة والرائعة. تاريخ ترى نزوة صحيح وحضارة صحيح صحيح وبيضة الاسلام. صحيح صحيح. يقول لك صفة ومو تكملة المثل. صفة وعريش. صفة وعريش. هي. بعده صفة. الصفة هي الحجرة، يعرف صح ولا لا؟ قدامها تقولوا لنا الحين صفة قدامها حد وقدامها الدهاريز يعني يكون تخسر وقدامها الليوان. ايوه هذا يقول لك صفة بس فيها شيء. كمل المثل. صفة وفيها شيء. صفة. كيف بيتين الشعر اللي بتقول لي اياهم؟ مو اقول لك باغي انا اسمع شيء. انا في نزوة نسمع شيء. اتيت الى نزوة وكانت منيعة الله حصانا تروق النفس والسمع والبصر. يا سلام. أتيت نزوة. أتيت إلى نزوة وكانت منيعة حصانا تروق النفس والسمع والبصر. يا سلام. وفيها أسود تحذر الأسد باسها. أسود مساعر نار الحرب إذ حرها استعر. يا سلام. كراما يهشوا للطعان كأنهم أسود ولكن قد أذلهم البصر. أهلا يمه، كيف حالك؟ بخير. كيف صحتك؟ عساك بخير. طيب إن شاء الله. إحنا اليوم مثلنا يقول صفة مو تكملته. صفة؟ ايه صفة مفروش فيها البساط. مفروش فيها البساط. مفروش ترى فيها البساط. ومو غيره. مو غيره عود. تراها صفة. انتم مو تسمونها صفة بعدكم ولا تسموها حجرة؟ نسميها حجرة. حجرة. وصفة أول يقولون عنها صفة. صح ولا لا؟ صح. زين احنا نقول صفة. ومو تكملته. مو تكملة المثل. صفة ومو تكملته. صفة. ايه صفة وفيها فرش وفيها زوالي. ترى فيها زوالي وفيها فرش وفيها مخاد وفيها كل شيء. مو تكملته. تكملة المثل غير عن الزوالي وغير عن الفرش وغير عن كل شيء. ايوه هي بساط صفة تسمع وفيها آلة وفيها زانة والقهوة زوالهيل. بعده صفة بعده. ولا بتسمعيني شيء من فنون هنا، فنون نزوة مو عندكم؟ مو فنون نزوة، أنا ما من نزوة. ما أنت من هين؟ أنا من سيمة. من هين؟ من سيمة أنا. من سيمة. لكن عيل سيمة أخت مو؟ يا كيف حالك؟ كيف صحتك؟ نشوفك له في التلفزيون. الله يسلمك. ما شاء الله اليوم اقول لك انت اليوم اعطيك الجائزه. يحتاج اعطيك جائزه. ليش يعني شو يعني لانك بس ما نشوفك الا في التلفزيون. الله يسلمك. ودنا نلاقيك ونشوفك. هذا انا جيتك اليوم. الحمد لله. مره جاينك. زين عرفتك هنا تحت المكان الجميل وانا سعيد من شفتك. الله يبارك فيك ويسلمك. كيف حالك انت؟ الحمد لله بنعم. عساك بخير. وانا اسال عنك في التلفزيون. الله يسعد عنك. مو حالك. سألت عنك العافيه. ما سمعتني؟ لا في التلفزيون ما سمعت. يقول الله اعلم. يقول صفة. ايوه مو تكملة المثل. صفة يعني الحجرة قدامها دهريز قالوها بس ما هي. ايه صفة وشيء غيره بعده. صفة ودهريز. ما قالوا لي الوالد ترى عنده شعر. ما عندي شعر. ولا عنده عازي. ما عندي عازي. لا شعر ولا لا شعر ولا بيزعلوا علينا. ما عندي. ما اعرف. قصير كنا شوية. كنا قصير. خلنا نشوفه كيف لبسه مرة. لبسه مرة شوف. اقول انك ما منتبه اللي يمونك. منتبه لك. خلنا زين لبسه انا. لبسه ولا ما لبسه؟ اشوف. امسك لي شوي الميكروفون ابوي. امسك لي الميكروفون شوي. يسوي ولا ما يسوي؟ قصير هذا. قصير. لكن كيف طالع زين ولا ما زين؟ لبسه انت شوف. اليوم الحين نقول صفة ومو تكملة المثل. صفة ايه. صفة ومو تكملة المثل. صفة كمال غفة. كمال الغفة. هي. لا بعدها. بعدها شيء غيره. يلا قول. صفة كم خذيته؟ غالي ولا رخيص؟ بريال. كنا مغلي عليك. ما كان معطيه 50 ريال. نقول صفة ومو تكملة. سوفي غفة وغيره. يسلم الجميع المسلمين. الله يبارك فيك ويسلمك ويعافيك ويعطيك الصحة. آمين. والعافية. آمين. قول آمين. 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 أحسن.
يقول لك صفة، وش تكملة المثل؟ صفة. أيوة. صفة. جذوع. 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 ايه. صفة. صفة جذوع. ايه. صفة، ايش تكملة المثل؟ قدها دهريز. صايب وفتيلة. صفة حالك ولا قصر غيرك. صفة حالك ولا قصر غيرك. لا. صفة وفيها قبر. صفة وشيء غيره. صفة. صفة حالك ولا قصر غيرك. هذا هو. لا حالك ولا حال غيرك. لا قالوها صفة. صفة. صفة حالك ولا قصر غيرك. محاولة ثانية. وصفة مفروشة. صفة وبابها حطب. وبابها خشب وزور. وبابها زور. صفة وبابها زور. صفة وبابها زور. صح. او مو قلت انت؟ صفة وبابها زور. وبابها زور صح يعني؟ صفة وبابها زور. واحنا بنشوف بعد شوية المعنى الخاص بهذا المثل، واقول لك ألف مبروك، 50 ريال مقدمة من التلفزيون. تفضل. مساء الخير. مثل اليوم صفة وبابها زور. الصفة في اللهجة العمانية هي الحجرة أو الغرفة، وتبنى عادة من الطين أو من الجص، وتبوب بباب خشبي قوي. ولكن أيضا هناك العريش، والعريش معروف في جميع اللهجات العمانية تقريبا، العمانية والعربية. العريش هو حجرة أو كوخ مبني من سعف النخيل، والباب في هذا الكوخ يكون من الزور، والزور هو جريد النخل. الزور اللي هو فرع الشجرة النخلة المجرود من الخوص، ويوضع كباب يتناسب مع الكوخ، بينما لا يتناسب مع الصفة التي هي حجرة من الطين أو من جص أو من حجر. طبعا هذا المثل يضرب لعدم توافق شيئين يعني يجب أن يكون متلائمين، يعني شيء شكله جميل زاهي ومحطوط عليه نافذة ضعيفة أو باب غير مناسب أو ما إلى ذلك. من الأمثلة المقارنة في مثل مصري دائما نسمعه في الأفلام المصرية، يقول يدي الحلق للي ملودان، يعني واحد ما عنده اذنين والله رزقه حلق، والحلق يفترض أنه تعلق في الذنين، وهكذا. وشكرا. حكم والغاز وامثال الليلة معانا تعال. نصل معك عزيزي المشاهد إلى السؤال الثالث وهو الأخير في حلقتنا، وخليك معنا. لرجل وزوجته 5 بنات متزوجات، ولكل من البنات الخمس 5 أطفال، كم يبلغ عددهم؟ لرجل وزوجته 5 بنات متزوجات، ولكل من البنات الخمس 5 أطفال، كم تقريبا العدد؟ السلام عليكم. سلام. مرحبا ابوي. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ بغيتك انا محتاج لك. لا والله. لا والله محتاج لمخطه. مو هناك. محتاج لمخطه. يقول لك لرجل وزوجته 5 بنات متزوجات، ولكل من البنات الخمس 5 اطفال، كم عددهم تقريبا؟ نعم. لرجل وزوجته 5 بنات، 5 بنات متزوجات. كيف رجل وزوجته 5 بنات؟ الرجل وزوجته يعني عندهم 5 بنات متزوجات. زين. ولكل من البنات الخمس 5 أطفال، زين. كم عددهم تقريبا؟ 12. ها؟ 12. ها؟ نحسب زين. 12. حالي ماخذ لها المخطة جديدة هذه؟ هي جديدة. بس تقص ولا ما تقص؟ ما تقص. قالوا لي تعبانة وانا هذه. سنها تو ما مسنونة زين. سنها. الحين بتسنها. سنها تو. سنها. علبة تعطيني إياها بكم؟ بريال ولا بكم ماخذها أنت؟ تفضل. بريال ماخذها بكم ماخذها؟ لا ب 600 بيسة. 600 على أنا ربحتك 400 الحين. تفضل. أحسنت. بلاش كلها بلاش. أحسنت. مو ذا عندك هنا؟ الحمد لله. مو ذا عندك؟ هذا محلب. محلب. نعم. مو تبيعه بالكيلو؟ بإيش تبيعه؟ بالكيلو. بالكيلو. بكم يطلع الكيلو أبوي؟ 5 ريال. 5 ريالات. 5 ريال يطلع. كيف حالك أبوي؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ خير. عساك بخير؟ خير. يقول لك لرجل وزوجته 5 بنات متزوجات، ولكل من البنات الخمسة 5 أطفال. نعم. كم عددهم تقريبا؟ ما أعلمهم. كم يوصلوا؟ الله يعلم. الله يعلم. كم؟ احسبهم. لرجل كم يوصلوا أبوي؟ 5. لرجل وزوجته 5 بنات متزوجات، ولكل من البنات الخمسة 5 أطفال. 25. كم يصير عددهم تقريبا؟ 25. 25. نعم. تصلح المكاين كله طيب. تعالي كل ما فيهن تفتحهن
تشيك تغير ماشي كلام. تبدل بارك الله وهذا فيك. حال ايش هذا؟ هذا ضد الحلا. ايه نسويه يعني الحين؟ أيوة. اساعدك؟ ايوه كيف الان؟ تمام؟ ماشي كلام. اخاف تخترب ماشي. بعدين ولا ماشي، شيء؟ ما تخترب. وين دكانك ولا بس هنا برا جالس؟ هذا ولا برج كيف؟ المراقبة. هذا هنا هذا برج المراقبة ممتاز. هذا. هناك الظل موجود. ماشي كلام. وهنا بس عشان تتشمس. ايوه. والجو الحلو. بارك الله فيك. والمكان واسع. مرة وهذا من حظنا ان احنا نشوفك بارك اليوم الله هنا. فيك، بارك الله لرجل وزوجته 5 بنات متزوجات ولكل من البنات الخمسه 5 اطفال، كم عددهم تقريبا؟ اها 5 ب 45. وتختلف اقول لك بين ماكينه وماكينه ولا ما سير، يختلف؟ سير. في اختلاف. سير. يختلف. كيف يختلف؟ هنا صعب. هذه مال الاول هذه كانها. هذا قديم. القديمه مال الاول. قديم اللي يعملوها كان بالريل ولا باليدين كان زمان. نعم. بس نعم. لين الحين تستخدم ترى. احيانا كهربائيه ولا يدويه؟ بالكهرباء تصلح وباليد تصلح. وباليد وبالرجل ممتاز. وهذه بس كهرباء اتوقع. هذه كهرباء نعم. هذه كهرباء ما نعم. تنفع لا يدين ولا بالرجل ولا نعم. شيء. لرجل وزوجته 5 بنات بالزوجات ولكل خمس. 5 سير. كم؟ 5 بنات. 5 بنات. 5 بنات. ايه خلاص. لرجل وزوجته 5 بنات متزوجات ولكل من البنات الخمس 5 اطفال، كم عددهم تقريبا؟ 5 10 و12 نفر. 12 نفر. 12. عزيزي المشاهد، هذا هو المطعم الشعبي التقليدي الموجود في ولاية نزوة، ومثل ما واضح من ديكوراته ومن الأشياء اللي موجودة فيه كلها أشياء تقليدية وأشياء قديمة من نزوة أو بعض الولايات القريبة من ولاية نزوة. لرجل وزوجته 5 بنات متزوجات ولكل من البنات الخمسة 5 أطفال، كم تقريبا عددهم؟ وخلونا نتجول في هذا المطعم الشعبي. السلام عليكم، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ مساكم بخير. ايش يستهويكم في المطعم القديم؟ انت كشاب الان ايش يستهويك في المطعم القديم؟ طبعا يعني التذكار بما عمله الاباء بالماضي. ايه دائما تجي هنا؟ اكيد باستمرار. يعني حتى لو الواحد ما ياكل ولا يشرب بس اتوقع انه يستمتع بالمكان يعني. ما يشترط ان الواحد اللي ينزل السوق ويجي هذا المكان ياكل ولا يشرب. نعم. يقول لك اللي رجل وزوجته 5 بنات متزوجات ولكل من البنات الخمسه 5 اطفال، كم تقريبا عددهم؟ 15. 15. ايوه. ايوه 15. يستهويك المكان هنا ولا ما يستهويك؟ يستهويني. حلو ولا ما حلو المكان؟ ممتاز. ممتاز. شايف احنا شايفين خروس وشايفين جحال وشايفين صوع وشايفين مناديس قديمه. اي نعم. تجي دائما هنا؟ ايوه. أيوة. كم العدد يصير؟ 15. 15. ايوه 15. ايوه. وكم نزيد عليهم؟ لرجل وزوجته 5 بنات متزوجات ولكل من البنات الخمسه 5 اطفال، كم تقريبا العدد؟ 25. 25. شايف المكان الجميل والاشياء الحلوه؟ شوف خلينا نستعرض هذه الاشياء الجميله. هذه كلها اشياء قديمه ترى استخدمناها زمان. نعم. ابانا اجدادنا استخدموها زمان. نعم. لرجل وزوجته 5 بنات متزوجات. نعم. ولكل من البنات الخمسه 5 اطفال، كم عددهم تقريبا؟ الاطفال هنا اسمع. الاطفال هنا 25 وهن البنات والامهات 5. على 35. ايه و25. ايه والرجل 31. 31. نعم. هذا حلمه كان يستخدم زمان. يستخدم حل السمن والعسل وعسل النحل كان هنا يستخدمونه. هي في اشياء ثانيه. سوي دور. دور متفيكين. هذا معروف. ايوه. وهذا مثله بس بشكل اخر. هذا يمكن اقدم منه كان. اقدم من هذا. قديم هذا قديم. هذا حليش يستخدموه. هذا حليش يستخدمونه كانوا زمان. والله عاد شوف كيف؟ من الاشياء القديمه. اشوف انا قديم. وهذا مثله. تعرفون حاجه كانوا يستخدمونه زمان هذا؟ يمكن يغطون فيه. اتوقع يمكن يغطون فيه مثل الشت ولا شيء. لكل من البنات الخمس 5 اطفال، لرجل وزوجته 5 بنات متزوجات. نعم. ولكل من البنات الخمس 5 اطفال. نعم قلت لك ان الاطفال 25 والامات 5 عدد 30. انزين. والرجل 31. عددهم 2. 2. ليش؟ قال لك متزوجات ما عليهم بقى في البيت. ولو جمعناهم مع بعض كلهم هو زوجته كلهم مع بعض كلهم مع بعض 32 مع اولادهم مع اطفالهم مع اولادهم واطفالهم وهو معهم 32 ولا كان بقى هو 2 هو زوجته والباقي ترى متزوجين راحوا عند اهلهم. ايوه. لرجل وزوجته 5 بنات. خليك معي. لرجل وزوجته 5 بنات متزوجات. ماشي غير 2.
مساء الخير، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ كيف الصحة؟ الزمان الله يبارك كم زمان انا كل ليلة اشوفكم. جزاك الله خير. الله جزاك الله خير. ما تشوفني؟ نشوفك هناك وكيلك. الله يبارك فيك يسلمك، كيف حالك؟ الحمد لله. انا اللي استهواني المكان، مكان كثير رائع ويا ريت احنا نرغب تصوروا عندنا كذا. احنا هذا عامر الان يستعرض حتى يطلع زين هناك. نعم اكيد. بارك الله فيك. ممتاز وممتاز المحافظة على هذه الاشياء انتم بخير وعلى التراثيات. وانت الشيء الحلو مسوي ايش؟ يعني حاط اشياء قليل يعني حتى في الخارج. الحمد لله قليل. في الخارج يعني عملية جذب للناس. وحقيقة حق كلام. وهي مجموعة من الوافدين ومجموعة من الزوار. والله أي إنسان يريد يشتري. نعم. أهلا وسهلا. كيف على إيش أكثر شيء يقبلون هم؟ والله هم يأخذوا الشيء القديم القديم الذي هو له مئات من السنين هو اللي يرغبوا له. بس أنا قلت هذا أكثر من مرة، الأشياء القديمة ما خايفين لونها تبتاع وما نحصل شيء منها؟ والله احنا الآن ما خايفين بعد، عارفين دام هذا الزوار راديو ناجحين فيها. يعني ايش يعني اخاف ان احنا فترة ما نحصل يعني هذه الاشياء القديمة تروح مننا. بارك الله فيك. الذين يقولوا كذلك حقيقة ما خايفين انه يوصل الوقت هذا الشيء ما يحصل. حقيقة. ايوه يعني هم هذا الوافدين يشلوه يهربون من البلاد يشلوه. لا يشلوه بعد ما احنا نبيع ترى. بارك الله فيك. طيب احنا ما اعرف كيف نوصل لها يعني. ما نسوي ترى هذا تجارتنا هذه. اجمالا هذه من الاشياء الحلوه ومن الاشياء التراثيه والاشياء الرائعه، واتوقع موجود منك الشيء، موجود منها الشيء الكثير عندك. امين. هي نعم موجود. نعم. يقول لك لرجل وزوجته 5 بنات من زوجات، ولكل من البنات الخمس 5 اطفال، كم عددهم تقريبا؟ 5 بنات هن؟ ايه 5 وهناك 25. ايه 25. كم يوصل العدد؟ 25 كم يوصل تقريبا؟ 25. اقدم شيء موجود عندك هنا ايش هو؟ تعطيني اياه. والله من الخناجر القديمه، عطني خنجر قديم يعود لتاريخ كم يعني مثلا؟ نشوف ايه الصوب الثاني، خلي بيجيب لنا اياه قديم من الخناجر القديمه. كم سنه تقريبا؟ لبسك كذا، خليني اشوف لابس ان انت. البس هي لبس. اي والله البس. بيج بالي. ممتاز حلو. هذا من كم سنه تقريبا؟ والله تقريبا 150 سنه هذه. 150 سنه. هي واجد قديمه. ماشي عندك مال 300 سنه؟ ماشي 300 سنة 400 سنة. ما يحصل. اقول لك من 150 سنة نفس الصناعة هي؟ نفس الصناعة ما تغيرت؟ لا ولا تبدلت ولا صار فيها إلى الآن ماشي تبدل. النصلة ما تغيرت؟ مال ايش هذه تتوقع؟ نصلة والله إنها زينة كأنها. زينة. يقول نصلة محلية معنى محلية. يعني حلوة. هذه ايش مال زرافة؟ هذا عادي. هذه عادية ما مال زرافة. ما عندك أنت مال زرافة. يقولوا عنها زرافة لكن ما مال زرافة توقع. يقولوا عنها زرافة. ولا زرافة. هذه 5 صغيرة. عندك هنا؟ خلينا نشوفها. لرجل وزوجته 5 بنات، لرجل وزوجته 5 بنات متزوجات. ولكل من البنات الخمس 5 أطفال. كم يوصل عددهم؟ شوف تقريبا هذه كم عمرها هذه؟ البس انت هذه مرة. هذه زراف. زراف هذه. هذه زراف. اي وصغيرة كانها شوية. هذه شغل هنا شغل نزوة. هذه زرافي. شغل نزوة. هذا شغل البواطن. الباطنة. أنا أقول لها صغيرة ما مال نزوة. نزوة مختلفة شوية. البسة شوية البسة شوية. خلينا نشوف هذه من الأشياء القديمة بعد. شوية كانها اختفت هذه الحين ما يسوونها. حلو هذه حلو كانت هي موجودة. البسة ما شفتها بعدين ما جد عشان المشاهدين يشوفون زين. ايوه شوف هذه مال كم هذه تقريبا؟ هذه يمكن هذه يمكن تقاس 400 ريال. 400 ريال. هذه بس هذه ب 400 النصلة. عشان النصلة نعم. 450 405 من الاشياء الغالية. نعم. وهذه يمكن تقاس 600 ريال. حتى الحزام قديم هذا الحزام قديم. 650 لسه محترم هذه زينة. لا ممتازة. 700 ريال. عرفت صاحبنا هذا؟ طبع عليه هذا، اكتب كلام من التراث. ما يستوي طبعا. اكتب عليه كلام من التراث. بنشرخه. ليش ما تشرخه؟ نشوف كيف. هنا نركب. انا باغي نفس الكتابة هذه. نفس الكتابة هذه. شوف هذا فين نركب. خلينا نشوف. ايوه كاميرا بعيدة الحين ممكن توضح بس لو عامر تجينا. ايوه من هنا الصوب الثاني. هذا كاتب عليه اسمك ولا ما كاتب اول شيء؟ ما كاتب. يلا خلينا نكتب. خالد اكتب. ما اقول اكتب خالد، اكتب حمود. خالد اكتب حمود. اكتب يلا عشان بس اشوف اسمي مكتوب ولا ما مكتوب هنا. اكتب حمود. اكتب حمود. اكتب زين عامر هاي المصور اللي عندنا. عامر بس ترى بيصير خاتمه. بيصير خاتمه. قبل ما يصير خاتمه ما ادري عاد قابل عمرك. ما معقول. ما معقول. لرجل وزوجته 5 بنات. 5 بنات. متزوجات. ولكل من البنات الخمس 5 اطفال، كم عددهم؟ عددهم
32. كتبت اسمي؟ خالد. وين ما يكتبها ما تكتب خافة خربانة ولا شيء؟ اسم من ما تكتب أول شيء؟ اكتب اسمي. اسمع أنت كل يوم تكتب اسمك؟ ما معقول اكتب اسمك. كل يوم أنت تكتب اسمك؟ أنا بتشوف اسمي كيف على الخاتم أول شيء. حمود ولا خاء؟ حمود. حمود اكتب حمود. ح. ايوه. وبعدين دال. لا. كيف؟ بس خلاص. المرة الماضية سمعتنا شيء، هذه المرة جاهز لنا شيء؟ ماشي لا. شعر؟ ما مجهز. كيف ما مجهز؟ ماشي ما عندي. أحيدك خذيتها أنا؟ يصير خ. كم يصير؟ لا حرف الخاء يعني؟ لا ما حرف الخاء. مسألة حسابية، احسبهم كم يصيروا؟ احسبهم. كم واحد؟ لرجل وزوجته 5 بنات. لرجل وزوجته 5 بنات متزوجات، ولكل من البنات الخمس 5 أطفال. 5 أطفال. كم يصير عددهم؟ احسبهم كيف؟ لرجل وزوجته 5 بنات متزوجات. يصير 52. 52 واجد يصير. واجد 52. ما واجد. ايش تسوي هنا؟ ايش تسوي؟ اسوي هذا ايش تسوي؟ هذا مال ايش هذا يسوونه؟ مال منقاش. مال منقاش. ليه الحين عندهم يشيلوا الناس مناقيش معهم؟ منقاش، يشيلون منقاش. وهذا مال سكينه. مال سكاكين. نعم. لرجل وزوجته 5 بنات متزوجات، ولكل من البنات الخمس 5 أطفال. كم يصير عددهم؟ 27. 27. بعده نسيت حد. يمكن 37 تقريبا. 37 تقريبا. 37. 37. ايوه. ولا 27؟ لا 37. 37. 37. لرجل وزوجته 2. هذا هم 2. 5 بنات متزوجات. ايوه. 5 بنات متزوجات. ايوه. 5 البنات وازواجهن كم؟ 5. 5 كم صاروا؟ 10. صاروا 10. أيوة. احسبهم 10 و2 12 و25. ليش 25؟ 5 في 5. 5 في 5 الاولاد. يعني كل بنت عندها 5. ايوه. 5 بنات. 5 في 5. 5 في 5. ايوه. 25 زي 12. زي 12. 27. 37. 37 وانت صح. 50 ريال من التلفزيون. تفضل. الف مبروك. اللغز حله تلقى الفايده، فسر لنا الحكمه تربح جائزه. حل اللغز حله تلقى الفايده، فسر لنا الحكمه تربح جائزه. كمل ويانا الامثال، حل اللغز يلا تعال.